السلام عليكم حبيباتي، صحة فطوركم ان شاء الله راكم كامل بخير وانتم تشوفوا في لا فيديو تاع نهار اليوم جيتكم بهذه المملحه من اروع الوصفات اللي ممكن تجربوها. تجي خفيفه بنينه ما شاء الله وسهله التحضير اكيد في وقفه توجديها، يعني ما راحش تتعبي ما راحش تدي لك وقت كامل. المهم خياتي اللي عجبتها لا فيديو تاع اليوم ما تنسينيش بهذيك الجام كبيره ومليحه كيما نتيا، وخلي لي ارائك اكيد في التعليقات، واللي عجبها لا فيديو تاع اليوم ولا شافتها تستاهل تبارطاجيها مع العائله. هنا راح نبداو بالحشو. اول حاجه حبيباتي هذا الحشو اللي يجي مع البنين ما شاء الله يجيب واحد البنه قنبله يا البنات. نتمنى ان شاء الله كامل تجربوه بهذه الطريقه. لهنا في مقله حطيت شويه تاع الزيت، شويه تاع البصل، شويه تاع الفلفل الحلو. هكا راح نقلي هذيك البصله مع الفلفل الحلو ومن بعد نزيدو الكميه تاع الصدر الدجاج والكميه تاع الطماطم. اول حاجه تقلوا لي هذيك البصله، يعني نصف حبه بصل مع حبه تاع الفلفل الخضر حلو هكا، وقلوهم مليح 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 حتى يدبالوا. بعد ما يتقلاو تشوفوا هذيك البصله تاعكم بدات تذوب، زيدوا لي نص حبه كبيره تاع طماطم، وزيدوا لي هذيك الصدر تاع الدجاج اللي تكونوا ديجا قطعتوها هكا مربعات صغيره، وراح تقلوهم مليح مليح مع بعض. لهنا زدت ملعقه صغيره تاع خردل ولا موطار، راح يزيدنا هذيك البنه في السكالوب نتاعنا هاي. لو اللي تبغي يعني الكو تاع الموطار بزاف ولا الخردل تزيد، تقدر تزيد يعني ملعقه كبيره. لهنا بالنسبه للتوابل عندي شويه عكري حار، عندي شويه فلفل اسود، عندي شويه تاع توابل عنتر البنات، تاع توابل دجاج ولا شاورما اللي عندكم، يعني راح يزيد واحد البنه في هذا الحشو. شوفوا تقولوا عليها البنات شاورما. وراح نزيد كميه تاع الملح حوالي ملعقه صغيره معمره مليح تاع الملح، ونخلط كلش نقليهم حتى هذيك سكالوب تاعكم طابت مليح 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 وممتاز كامل توابل مع لاصوص هذيك ودابت هذيك طماطم. راح يجيكم هذاك الزدر تاع الدجاج يا البنات يجي مليح شارب هذيك العصوص شارب هذوك التوابل يجي بنين وما يجي ثاني ناشف. البنات لهنا راح نزيدوا شويه تاع صوص الجيريا اختياري، اللي عندها ديرها اللي ما عندهاش يعني تستغنى عليها. انا درت حوالي 2 مغارف هكا تاع صوص الجيريا، راح نخلطها اللي راح تزيدني واحد البنه في هذا الحشو. قلت لكم تحسوا كانكم راكم تاكلوا في الشاورما، يعني ما تحسوش رواحكم تاكلوا في حشو يكون ناشف ولا صدر تاع الدجاج يكون ناشف. المهم خياتي راح نخلط شويه فوق النار حتى تنشف لي هذيك لاصوص شويه وراح نطفي عليها. وكاين بزاف بنات يطلبوا مني ان نحط لهم هاد الحشوات اللي ما تكونش ناشفه، سيرتو صدر الدجاج، يعني ما يبغوش هذاك الدجاج تاعهم في الحشوات يجي ناشف. هاد الوصفات يعني راح تجيكم بنينه ويجي هذاك الصدر تاع الدجاج مشمخ، تحسوا كانكم طيبتوا صح صح ولا كليتوا صح صح، حاجه بنينه. المهم خياتي لهنا جبت هاد الخبز طورتيه، تقدروا يعني تستعملوا الخبز اللي تخدموا في الدار ولا تستعملوا خبز طورتيه الجاهز، هذا يجي بزاف طري. لا مارك تاعها هاني استعملتها انا، يعني الواجد ولا الجاهز من المحلات. كنت درت لها هكا قسمتها على 2 وراح نحط في كل نصف هكا شريحه تاع الجبن هذاك تاع شرائح. اذا ما عندكمش يعني ديروا جبن طاري، يعني تمسحوه هكا في الوجه تاع خبز طورتيه تاعكم. ومسحت شويه تاع الهريسه اللي تبقى اختياري، يعني اللي يعشقوا في الذوق هذاك تاع المملحات تاعهم تجي حاره وتجي فيها هذاك الذوق تاع شغل تاع الجبن مخلط مع الحار، تجي فيها كريسبي هذيك يديروا يعني الهريسه، واللي ما يقدروش يستغناو عليها. انا هنا ما ديروش عليا ديجا كانوا يديا في الصبغه البيضاء تاع الحلويات، كنت ديجا نخلط مني البنات. وشوفوا يدي مازال فيها البيوضيه كنت غسلتها على كل حال. المهم خياتي طريقه الغلق راهي امامكم حبيباتي، راهي جد سهله، طريقه يعني بزاف بنات يعرفوها اكيد. اللي ما تبغيش يعني تقدر ديرهم بشكل طويل ولا بشكل تاع لي سيجار، المهم طريقه تبقى عندكم يعني تبقى اختياري. المهم خياتي لهنا بعد ما تكملوا كامل الحبات تاعكم راح ندير لكم كميه ما شاء الله. تكون المقله تاعكم ديجا تسخن فوق النار، المقله ولا طاجين اي حاجه تحمروا فيها هاد المملحه تاعكم. تقدروا تاني حبيباتي ديروها حتى في الفرن عادي، تدهنوها بشويه تاع صفار البيض ولا ديروا لها شويه تاع جبن مبشور هكا باش تحمر لكم مليح مليح في الفرن. المهم خياتي راح تشوفوا معايا طريقه. لهنا بعد ما كانت ديجا سخنت المقله تاعي تاع دوبل فاس هذه باش ندير لهم هذوك الخطوط تاع البانيناز، واللي عندها بانيناز طيبهم في البانيناز عادي. نحط الحبات تاعي وتبداو تضغطوا عليهم باي اداه عندكم. انا هنا ضغطت عليهم غير بهاد العفسه تاع البواط مونجي هاد البلاستيكه، تضغطوا عليهم مليح مليح غير باش يدوا هذاك الشكل تاع المقله تاعكم. وكي تشوفوهم بيان سور طابوا وتحمروا لكم شويه من التحت تبداو تقلبوا فيهم لهنا حتى طيبوهم كامل من الجهتين بلا ما تنسوا لي هذوك الحواف تاع المملحه اللي راح يحطوها هذاك الشكل شباب، وراح تجيكم هذيك المملحه تاعكم طايبه من كامل الجهات. نحمروهم مليح 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 في المقله. ما تنسوش هذه الطريقه راهي جد مهمه، اذا ما طيبتوهمش مليح تحسوا بهذاك الخبز تاع التورتيه تاعكم
مازال طري ومازال شغل نقصاتها هذيك القرمشه تاع المملحه تاعنا، لازم هاكا تحوشوهم كامل من طراف، تحمروهم من كامل الجهات باش تحسوا بهذيك القرمشه وتحسوا هذاك الذوق الممتع. يعني صدقوني راح تجي فيهم واحد البنه، يعني ميني طاكوس تقدروا تسموهم ميني طاكوس، يجوا بزاف بنان، يجوا خفاف، تفوتوا مع شوربه مع حريره مع اي حاجه. نتمنى ان شاء الله كامل تجربوهم، على بالي بلي راح تجربوهم، راكم مفرحيني. تطبيقات للوصفات نتاعي راكم ديجا حاجه كي نحطها تجربوها نتوما وتبعتوها لي في الماسنجر ولا في الفيسبوك، تبعتوا لي الصور ما شاء الله عليكم، على بالي بلي فحلات صح البنات. ربي يحفظكم على الصدق والمصداقيه تاعكم وهذا واش نقول لكم. المهم خياتي لي راح تجرب هاد المملحه تبعت لي، ما تنساش التطبيقات تاعكم، وبلا ما تنساو تخلوا لي ارائكم في التعاليق لتحت، ونقول لكم نلتقي في فيديو جديده باذن الله تعالى. سلام.